ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو كده خفيف وسريع، حاجه كده سقعانه وسريعه وخفيفه في الصيف. زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله ما شاء الله، تحليه خفيفه وسريعه ومش مكلفه بالمره، وهتعجبكم قوي قوي، ومكونات كمان سهله وبسيطه من البيت. زي ما انتوا شايفين احنا حطينا كوبايه من النشا، نص كوبايه من النشا، وربع كوباية من السكر. وطبعا احنا مجهزين 3 كوبايات عصير برتقال. يبقى المقادير بتاعتنا نص كوباية من النشا، وربع كوباية من السكر، او اكتر من ربع شوية على حسب انتي بتحبيها ايه. ومجهزين معانا 3 كوبايات برتقال عصرينه على ايدنا زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى هنرفعه على النار علشان نعمله مهلبية. زي ما انتوا شايفين بقى لازم ايدنا على طول في التقليب علشان ما يكتلش. واحنا بنقلب اول النشا والسكر وشوية من البرتقال علشان ندوب النشا تماما والسكر ما يبقاش فيه تكتلات. زي ما انتوا شايفين هنا دي بقى دي فانيلية البرتقال، دي فانيلية البرتقال. زي ما انتوا شايفين اديته لون حلو ازاي. وممكن كمان نحط لون، بس انا ما حطيتش اي الوان صناعيه، يعني ما حطيتش اي الوان طبيعيه خالص. زي ما انتوا شايفين هنا بقى انا هفضي المهلبيه تبرد شويه لحد ما اجهز الجزء التاني من التحليه بتاعتنا. كده خلاص انا عايزه المهلبيه بتاعت البرتقال تبرد. دي نص كوبايه كريم شانتيه زي ما انتوا شايفين هنا، ونحط عليها معلقتين سكر لانه كان ماسخ، يعني مفيش فيه سكر. ونص كوبايه ميه سقعانه قوي من الفريزر. زي ما انتوا شايفين بقى احنا هنبدأ نقلبه. زي ما انتوا شايفين انا وانا بضربه حسيت ان الكريم شانتيه خفيف شويه، فحطيت عليه كمان معلقتين باستري. بس لو الكريم شانتيه ظبط معاكي خلاص، لكن انا الكريم شانتيه بتاعي ما كانش ظابط. هو العيب في الكريم شانتيه نفسه. حطيت عليه معلقتين باستري زي ما انتوا شايفين، حتى لونه لون الباستري. وهنا بقى هبدأ ان انا اصبه في الكوبايات، بس انا عملت كيس بلاستيك زي ما انتوا شايفين كده. شايفين كمان لون البرتقال حلو قد ايه؟ ده لونه الطبيعي، انا ما حطيتش عليه غير فانيليا البرتقال بس، بتديله تيست حلو قوي. زي ما انتوا شايفين كده بقى هنجهز برضو الكريمة بتاعتنا، برضو هنحطها في كيس تلاجة، او لو انت عندك الكيس بتاع الحلواني ماشي. هي كريمة البستري بتكون بتمط شوية كده زي ما انتوا شايفين. وهنا هنبدأ نجهز الكوبايات بتاعتنا. هنحط الأول زي ما انتوا شايفين كده مهلبية البرتقال، وبعدين هنحط طبقة من الكريمة. بجد جميلة جدا وهتعجبكم، جربوها. وكمان مش مكلفة خالص، وكمان مش هتاخد معاكي 5 دقايق. هنحط تاني طبقة من البرتقال، ونرجع نحط تاني طبقة من الكريمة. ما تنسوش يا جماعة لايك وشير ودعم للقناة، وتعليق حلو كده منكم بيفرحني علشان يوصلكم كل جديد.
زي ما انتوا شايفين. مش قادرة اقول لكم بقى طالعة طعمها حلو قد ايه وجميلة ازاي وخفيفة كمان. هنحطها في التلاجة لحد ما تسقع شوية، وبعد كده بقى نقدمها. زي ما انتوا شايفين كده. يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة ومش مكلفة كمان. شايفين ما شاء الله، طالعة تحفة، طالعة تحفة.